صامويل كيرا والكرة في اتجاه المرمى، وهدف، هدف اول لنادي الاتحاد يحرزه صامويل كيرا الذي يسدد من الكرة الثابتة. قصده يلعب العرضية صامويل كيرا، لعبها في اتجاه المرمى، يخطئها مدافع الدراويش، يخطئها الحارس محمد صبحي لتتهادى الى داخل الشباك وتعلن عن هدف اول لنادي الاتحاد لتشتعل المباراة. هدف في الدقيقة العاشرة يحرزه اللاعب صامويل كيرا ليتقدم نادي الاتحاد بهدف لا شيء. واحد لا شيء، تشتعل المباراة أعزائي المشاهدين. نتابع سويا الإعادة. صامويل كيرا لعب بالحصول عليها مهاب سعيد. ادي الإعادة أمام حضراتكم، والكرة المشتركة بين مهاب سعيد ومصطفى صلاح، وضرب الجزاء يحتسبها حكم اللقاء. ادي الإعادة وضربة الجزاء الثالثة التي يتم احتسابها للدراويش هذا الموسم. حسني عبد ربه في مواجهة الهاني سليمان، لمن ستكون الغلبة؟ بياخد الإذن من محمود عاشور. حسني داخل، حسني يسدد الى داخل المرمى. يا ولد يا ولد يا ولد، ركنها حلوة قوي حسني في المقص الشمال لتصبح النتيجة 1-1. يعود الإسماعيلي إلى المباراة من جديد بعد النجاح في إحراز هدف من ضربة جزاء في الدقيقة 13 لتصبح النتيجة 1-1. ادي الإعادة لضربة الجزاء، سددها حسني بمعلمة في